السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم الطبخ مع رضا. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. ونبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما ننساوش اخواتي دائما الدعاء مع اخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. وقبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم كنرحب بالاخوات الجداد اللي انضموا للقناه، وكنجدوا الترحاب بالاخوات اللي دائما معنا في القناه قناتكم هذه. وكنشكر اخواتي كاملين اصحاب القنوات اللي كيدعموني وكيشجعوني، شكرا لكم بزاف. وكنخص بالشكر اختي الرائعه وصفات جنى. كنقول لك اختي شكرا بزاف على الدعم والتشجيع المستمر. ربي يجازيك كل خير ان شاء الله. وما ننساش نشكر اخواتي سناء البنات، وصفات ملك، عالم خديجة، الأخوات اللي كيبارطاجيو الفيديوهات ديالي، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والله يخليكم. والفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله كما كيبان في الصور، غادي نحضروا المنقوب بالفول الاخضر. هاد الطبق اللي كيجي لذيذ بزاف، هو طبق تقليدي ولكن كيجي لذيذ بزاف، وهذه هي الوقيته ديال الفول ونستغلوا هكا الفول الاخضر. نتمنى تبقاو معايا لاخر الفيديو وفرجه ممتعه. نبداو على بركة الله. عندنا هنا اخواتي واحد الكميه ديال الفول. انا هنا عندي 2 كيلو ديال الفول، الفول الخضر. كنديروا هذا الفول، هذا الفول ديال الحبه، ماشي الفول اللي كنا استعملناه من قبل، الفول مفور. كنستعملوا هذا اللي كتكون فيه الحبه، كيكون واصل، هو اللي غادي نستعملوه في هذا المنقوب هذا. انا هنا عندي 2 كيلو. مهم كتستعملوا الكميه اللي بغيتو نتوما. هذا الفول هذا كنقشروه وكنستعملوا غير الحبه، راه متوفر، وهذه هي الوقيته ديال الفول، وهكا نستغلوه خضر في الوقيته ديالو. كاين الاخوات اللي كيحضروا المنقوب بالفول يابس، كيرطبوا الفول ومن بعد كينقبوه حتى هو كيحضروه، كيحضروا به المنقوب. انا شخصيا ما كنديرش المنقوب بالفول يابس، كنحضروا بالفول الخضر بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نستمر هكا وغادي نقشر هذه الكميه ديال الفول اللي عندي. كما قلت اخواتي كنستعملوا غير الحبه، ما كنستعملوش في هذا المنقوب هذا القشور ديال الفول، عكس الفول اللي كنفوروه كنستعملوه به بالقشور ديالو. غادي نستمر هكا ونقشر هذه الكميه هذه اللي عندي، ومن بعد غادي نفوتو باش نقبو هذا الفول هذا، ولا كنحيدو له داك الضفير ديالو. وهذا الفول من بعد ما قشرته غادي نفوتو نغسلوه، عاد غادي نقبوه. بالنسبه للاخوات الا بغيتو تحتفظوا به في المجمد، كتحتفظوا به هكا، اي كتقشروه وتحتفظوا به، ما كتغسلوهش. الا بغيتو تحتفظوا به في المجمد، كنحتفظوا به هكا. بالنسبه لي كنحتفظ به بهذه الطريقه هذه، غير كنقشروا، ممكن تمسحوه بواحد المنيدل وكتحتفظوا به حتى الوقيته اللي كتبغيو طيبوه وكتغسلوه. من بعد ما غسلت الفول ودرتو يستقطر شويه، صافي غادي نفوتو نقبوه. هادشي علاش كيتسمى المنقوب. هكا بواحد السكين كنحيدو له هاد الضفير هذا اللي كيكون كحل، اللي كيكون كنحيدو شويه من الطرف ديال الفول من هاد الجهه، وشويه من الجهه الثانيه. بغيتو تحيدو غير داك الضفير الاول في الراس ديال الفوله بحال اي هاد هذا كتحيدوه. انا كنحيد شويه من هاد الطرف وشويه من الطرف الثاني. هذا علاش كيتسمى المنقوب، كنقبوه منا ومنا باش كيجي ملبس ملي كيطيب. كنتمنى اخواتي تكون الطريقه واضحه بالنسبه هكا للبنات المبتدئات. كنحيدو شويه من هاد الطرف وشويه من الطرف الثاني، ما كنحيدوش بزاف باش هكا ما كنضيعوش الفول. صافي كنستمر هكا كنقبو هاد الفول هذا. كما قلت اخواتي كنحيدو شويه من هاد الطريف وشويه من الطرف الثاني. بنفس الطريقه غادي نستمر حتى نكمل هاد الكميه ديال الفول. وهاد الفول هذا راه طري تبارك الله. المنقوب بالفول خضر ولا الفول طري بهاد الطريقه هذه كيجي حلو، كيجي واحد الطبق اللي لذيذ بزاف. كنتمنى اخواتي تجربوه، وهذه هي الوقيته ديالو. الا جربتوه اكيد غادي يعجبكم. نستغلوا هكا الفول في الوقيته ديالو. وهنا اخواتي من بعد ما نقبت هاد الفول هذا، صافي راه الفول عندنا منقوب. بالنسبه للاخوات الا بغيتو تنقبوه وتحتفظوا به بهذه الطريقه هذه فتحتفظوا به،
هكا كتوصلوه وتنقبوه وتحتفظوا به. ملي كتبغيو طيبوه كتجبدوه من مجمد وكديروه في الطنجره مباشره. غادي ندير هنايا الفول في واحد طنجره ولا كوكوط، وغادي نضيف عليها حبه ديال البصله صغيره ماشي كبيره بزاف، حبه ديال البصله حمراء اللي قطعتها رقيقه، كنقطعوها اخواتي رقيقه بزاف باش هكا كدوب لنا في الساع، حيت الفول دغيا كيطيب وما كتبقى لناش هكا البصله مفرفشه. كنضيف عليها هنايا تقريبا واحد 3 ديال الدروس ديال الثومه ولا 4 اللي هرستهم ولا كنطحنوهم. ضفت هنايا 2 حبات ديال المطيشه اللي حكيتهم، هادو حبات غير متوسطين، وكنصفي لهم الزريعه، من الاحسن تكون مطيشه طايبه شويه. كنضيف عليهم 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس. هنا اخواتي كنغلبوا القزبر على المعدنوس. القزبر والمعدنوس اللي قطعتهم في الكراده كنقطعوهم رقاق. بالنسبه للقزبر اللي استعملته في هذا المنقوب هذا، كندير هذا المزرع هذا ملي كيكون متوفر، كيعطي واحد المذاق زوين للمنقوب ديالنا. جربوه اخواتي وغادي تشوفوا كي كيجي في المذاق. استعملت هذا القزبر هذا. صافي غادي نضيف هنا شويه ديال الزيت نباتيه، وغادي نزيد عليها هنا شويه ديال زيت الزيتون. ممكن تستعملوا غير زيت الزيتون بوحدها. وبالنسبه للتوابل غادي نضيف هنايا الملح كندير القياس بيدي. غادي نضيف عليها هنايا تقريبا معلقه راه ما كاملاش، مسوحه ولا اقل من معلقه ديال الفلفل الاسود، ما كنكثروش بزاف العطريه. هنا نص معلقه صغيره ديال سكينجبير ولا زنجبيل، معلقه صغيره ديال الكمون حتى هي معلقه اللي مسوحه، هنا استعملت الكمون البلدي، ونص صغير ديال معلقه صغيره ديال الخرقوم، ما تكثروش بزاف اخواتي. وغادي ندير معلقه صغيره ديال التحميره ولا الفلفل الاحمر حلو. هنا ضفت معلقه صغيره عامره ديال القزبر يابس حبوب مطحون، كيعطي مذاق رائع للمنقوب. وزدت شويه ديال الهريسه حاره اللي كتبقى اختياريه، ولكن المنقوب ملي كيجي حار كيجي لذيذ بزاف. كنأكد اخواتي ما تكثروش بزاف الابزار والسكينجبير والخرقوم. صافي كنخلطو بهذا الشكل هذا وكنضيف عليه الماء. كنرويو الطنجره ديالنا. هنا كنديروا الماء غير البارد، كلشي بارد في بارد. كنأكد اخواتي ما تكثروش الماء بزاف حيت هذا الفول هذا دغيا كيطيب. هنا غادي نضيف واحد شويه ديال الماء، صافي غير القياس اللي غادي يطيب لنا فيه هذا الفول هذا، حيت هذا الفول هذا راه دغيا كيطيب، باش ما كيبقى لناش هكا الفول فيه الماء بزاف ولا الماء بزاف. صافي غادي نقفلو على الكوكوط ديالنا وندير عليها الصفاره. هذا الفول هذا اخواتي راه دغيا كيطيب، ما تغفلوش عليه في الطياب، راه تقريبا ما كاملاش 18 دقيقه كان طايب. صافي هنا من بعد ما فات تقريبا 18 دقيقه ولا اقل كان طايب. كما كتشوفوا معايا اخواتي كيجي هذا الفول هذا كيجي ملبس، وكنأكد ما تكثرولوش الطياب بزاف باش ما كتخرجش هذيك الحبه ديال الفول ما كيخرج. هنا اخواتي راني ضفت واحد شويه ديال زيت الزيتون، واحد الخويه ديال زيت الزيتون غير ما بانش، وما تكثرولوش اخواتي العطريه باش هكا الفول يبقى محافظ على المذاق ديالو ويجي المنقوب ديالكم لذيذ. صافي وكنطفيو على الفول ديالنا، ما كنخليوش فيه هكا روا بزاف. هادشي علاش قلت ما كنرويوهش بزاف في الاول. كيجي الفول اللي ملبس هكا كنعرفوه طاب ملي كنضغطوه على الفول كتخرج بهذه الطريقه هذه. كيكون الفول ديالنا واجد. هنا راني طفيت عليه النار. بالنسبه اخواتي للمنقوب راه ما كيكونش فيه المرق ولا الروا بزاف. بالنسبه للروا اللي درت معاكم في الاول جا هو هذاك حدو قدو، وكيكون المنقوب ديالنا واجد. وكما كتشوفوا معايا اخواتي المنقوب ديالنا كي كيجي ملبس، المريقه كتجي ملبيه ما كيجيش فيه المرق بزاف. كان ناكد اخواتي غير الطياب ما كنكثروش بزاف الطياب، ما نفوتولوش الطياب بزاف لهذا الفول هذا اللي كيكون خضر وطري، باش هكا ما كيطيبش بزاف وكيتهرى، وكتمشي لنا هذيك القشره في جيه والحبه ديال الفول اللي كتكون داخل كتمشي في جيه. وكيبقى هذا هو الطبق ديالنا ديال المنقوب. المنقوب هاد الأكلات التقليدية صراحة اللي كتجي لذيذة بزاف وبسيطة. حضرتها معكم بالطريقة ديال زمان اللي ما زدت ما نقصت منها. كنتمنى تجربوا اخواتي بهاد الطريقة هادي. هذا المنقوب ماشي الفول مشرمل، واكيد غادي يعجبكم. الى عجبكم الفيديو بطبيعة الحال ما تبخلوش عليا بلايك، لايك اللي كتنساوها لي بزاف ما عرفتش علاش. الفيديوهات ما كيلقاوش الحق ديالهم مشاهدة. شاركوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء باش هكا تعمل فائدة على الجميع.
ودعمونا في القناة. إلى فيديو جديد ووصفة جديدة، مع السلامة.